على إيقاع موسيقي يمكنك احتساء الشاي بمزاج مختلف، فلمهند بائع الشاي هذا طريقة جديدة ومبتكرة لجذب الزبائن، إذ حول الرجل استكانة الشاي كما يسميها العراقيون من قدح في مقهى عادي إلى معزوفة في مسرح موسيقي يقبل عليه الكثيرون. أنا من عزفت بالاستكان طلعت أصوات حلوة، فقلت لك عمود كسب الزبون ومحبة الناس، فبقيت بهذا المجال طورته فكسبت زباين أكثر، فعلى مود رزقي عمود عائلتي أوسع رزقي أكثر، فالحمد لله والشكر الله وفقني. من ركن بسيط في حي الكرادة البغدادي وقبل 17 عاما ظل أداء مهند المفعم بالحيوية والنشاط يجذب زبائن يريدون الاستمتاع بأكثر من مجرد كوب من الشاي. نجي نشرب شاي مهند لأنه الملاعب يسويها بالاستكاين، الشغلات الحلوة الغريبة الطريفة، الملاعب مال الاستكاين الفزة للزبون، الحركات كلش غريبة ما مطروقة بهيك مكان. يستخدم مهند أكواب الشاي والأطباق لعزف إيقاعات جذابة، وقد جلبت له هذه الموهبة الموسيقية الإعجاب من مختلف أنحاء العالم. ورغم تلقيه لفرص عمل في الخارج فإنه آثر البقاء في مكانه الصغير القديم بعمره المتجدد بأنغامه. وكلما سئل مهند عن سر تميزه رد بأن حب العمل أيا كان يدفع إلى الإبداع.